الصلاة على محمد شارق للنوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. والرضا على ابو بكر وسيد عمر، عثمان وعلي وفاطمة وولادها. بسم الله نبدأ في القول يا حضار، خذوا هاد القصة نعيد خبرها. الحديث موجود في كتاب الجبار، في سورة سيدنا يوسف يا ناس قريتها. نبدأ بيعقوب هجر على أخوه من الدار، ومشى لفلسطين عند خالته زارها. رحبت بيه خالته بدون غيار، حتى كبر وتزوج بالراحل بنتها. الراحل زيدت بيوسف يا حضار، يعقوب غايب في الشام يتاجر في سواقها. مهاجر على بيته ما عنده شي خبار، معلوم بداك اليوم نهار نفاسها. حتى نزل سيدنا جبريل بإذن القهار، قالوا زوجتك بالصابي الله غناها. سماه الله يوسف جيتك بالشار، والزين سماوات لي وهبها. سيدنا يعقوب أحمد وشكر مولانا الجبار، ورجع فرحان لزوجته هنا لها. متمتع بزين يوسف ليل ونهار، ودعا الله يمنعه من المحن وشقها. عام بعد زاد بنيامين خوه يا حضار، فرحت بيه الراحل وفرح زوجها. يوسف بلغ 6 سنين في العمار، توفات الراحل يماه وانتهت ايامها. احزن سيدنا يعقوب ودموعه تسيل كي المطار، ودعا الله في دار نعيم يسكنها. يعقوب ما قدر يقوم باللي تمحر، صاب مرأة من أرض كنعان وخداها. قالها تهلايلي فهاد اللي تما صغار، حشمها بالله وبيهم كلفها. سيدنا يوسف بلغ 12 عام كبر وشطار، شاف 11 كوكب الشمس وقمرها. في المنام ليه ساجدين وراكعين للمسرار، اقصد باباه عندك الرؤية وعدها. قال له يا وليدي بلاك تبوح بالاسرار، ونوصيك على خاوتك لا يسمعوها. الصلاة على محمد شارق النوار، عداد ما في الكون الدنيا وسكنها. قالوا يا وليدي بلاك تبوح بالاسرار، ونوصيك على خاوتك لا يسمعوها. سمعوا خاوته بالمنام وخدوا عليه قرار، عزموا يفنوا هكذا الامر ينتهى. صابوا حرفة لباباهم وقالوا بالتنكار، يوسف ندوه ونعلموه في السيادة وحكمها. قالهم خايف ياكلوا الذيب الغابة المشرار، وترجعوا بلا بيكيتو ما ننساها. قالوا له يا بابا ما تخافش من الخطار، لازم عليه امر سيادة يقراها.
يا بابا حشمناك بالله مولانا القهار، نضمنوه وحياته من البلاد حمواه. قالهم خذوه وعليه حلنوا مليح البزار، خايف من الغدر ديك السيادة واختارها. ركبوا على الخيول ومعاهم يوسف المسرار، في طريق اتفقوا عليه باش امره ينتهى. منين وصلوا للغابة وبعدوا عن الدار، السواد تقلب خاوته وقوات حماقها. قالوا له انزل نفنوك، قالوا له انزل نفنوك ونرموك للقفار، ترتاح قلوبنا من الغيرة ومحنها. ربطوه ويعذبوا فيه، ربطوه ويعذبوا فيه ويضربوه بالحجار. رموه في بير وقالوا الموت تم تلقاها، ولاو خاوتو ليعقوب باكين بالجار. وقالوا له يا بابا اخبار يوسف كيف نعيدوها، كلاه الديب الغابة وهرب بين السجار. خلاه غير قمشتو ليك جبناها، باش تكون ليك دليل ليه ماذا صار. سهينا على يوسف وصيتك نسينا، تغشى يعقوب وبدا ينوح ودموعه غزار. رق خياله وحياته الحزن فناها، القوت من فراق وليدو يوسف رجع له مرار، وعيونه من البكا الظلام كساها. يوسف قعد في البير 3 ليالي ونهار، وفي الرابع جزت القافلة بخيولها. شافوا البير وقالوا نرتاحوا من الستار، هذه أرض الله نشربوا من ماها. رماو الدلو يطلعوا الماء بلا غيار، طلعوا الدلو ويوسف معلق فيها. سبحان الله الذي لا تخفاه سرار، نجا يوسف من الموت وحياته حماها. صلاة على محمد شارق للنوار، عداد ما في الكون الدنيا وسكنها. دهشوا حين ظهر يوسف المسرار، قالوا له حنا سلكناك من البير وغمقها، نديوك للمصر ونبيعوك بالدينار، وإلا بشي درهم إذا كنت تسواها. وصلوا للمصر وفي السوق برحوا بالجهار، شراه العزيز والقافلة سارت في حالها. ب8 درهم خلصوا داه للدار، رئيس الوزارة في مصر وحكمها. قال لزوجته الغلام شريتو هذا النهار، أمريه وشروطك لازم عليه يلبيها. فرحت زليخة زوجة العزيز يا حضار، زين وجمال يوسف في دهشة خلاها. قعد يوسف خديم ليهم بدون شعار، حتى بال25 عام بتمامها. زين يوسف قوى ويسلب جميع الانظار، سلب مرت العزيز نساها في شغالها. جلسة قدامه وتراقب فيه طول النهار، تكلموا بالمعاني وتعبر له بشواقها. حتى وصلت وين أغواها بليس الغدار، بالفحش والمنكر على يوسف أمرها. سيدنا يوسف نعل إبليس المشرار، تبت زليخة على فعلها ونهاها. من الحشمة وجه يوسف ادبل وصفار، خايف من الله والفضيحة وخلصها. حب يخرج منع وفاتح باب الدار، شدته من الخلف وقماشته قطعتها. حب يخرج مانع وفاتح باب الدار، شدته من الخلف وقمشته قطعتها. حين خرج من الباب وهرب من العار،
يوسف صار قدام الوزير زوجها. قالت زليخة هاد الراجل غدار، راد يلعب بشرفي وحياتي حطمها. قال يوسف نقسم بالله مولانا القهار، انا بريء من زوجتك واختيانها. الوزير اتوسوس وركب وشك وحار، قال نشوف الحكيم على زوجتي وقضاها. قال جيبوا لي يوسف في الحين كان حضار، القمجة من قطعة من الخلف الحكيم شافها. قال الحكيم للوزير خود هذا الخبر، هذا دليل القضية وقرارها. يوسف كان هارب من البلا وخارج من الدار، وزوجتك مسكاتو من القمجة قطعتها. الصلاة على محمد شارق النوار، عداد ما في الكون الدنيا وسكنها. قال الحكيم للوزير خذ هذا الخبر، هذا دليل القضية وقرارها. يوسف كان هارب من البلا خارج من الدار، وزوجتك مسكاتو من القمجة قطعتها. راه باري من عمله ما عمل حتى عار، زوجتك هي الظلمة وبليس سببها. ذاك الزوج راح لعند يوسف في الدار، اكتم سر زليخة بالك تفضحها. وراح لزوجته قالها ادعي باستغفار، ونبهها على ذاك الذنب وخطيانها. انكشف ذاك السر وشاعت الخبر، انفضحت زليخة بين اهلها وناسها. الخديمة خبرت زليخة وقالت ماذا صار، الناس راهي كثرت عليك حديثها. النسوان قالوا عليك هذا عيب وعار، كيف مرت الوزير تعشق في خديمها. قالت زليخة للنساء يا حبار، الليلة متني تجي للبيتي ونشوفها، ونعيد لها سبتي في عشق الخنار، ومحبتي ليوسف ما لقيت شي حدودها. حضروا ليها نسوان شابات والصغار، قالوا نحشموا زليخة ونكشفوها. رحبت بنساء بالكرامة واعتبار، والحقد ملك قلب زليخة فناها. من بعد ما كرمتهم بطعام والإثمار، قالت خذوا تفاح ريحته يا محلاها. قالت نسا كيف ناكلوا تفاح بلا تفشار، عطت زليخة المواس قاطعين لضيافها. امرت يوسف وقالت ادخل يا المسرار، امرت يوسف وقالت ادخل يا المسرار. ادخل يوسف باهي باللبسة يا محلاها. دهشوا حين شافوا ذاك الزين السحار، قطعوا يديهم وديك الفاكية نساوها. قطعوا يديهم وديك الفاكية نساوها. قالت زليخة يا عذرة الحبار، انظروا مجرى بيديكم الدم كساها. عليه قطعتوا لحمكم وما جبتوا خبار، وانتم لمتم زليخة كيبليس غواها. عليه قطعتوا لحمكم وما جبتوا الخبار، وانتم لمتوا زليخة كيبليس غواها. قالوا سبحان الله على الزين السحار، هذا ملك جاء من الجنة ورياضها. النسوان قالوا لزليخة يا ستار، انتي ما عليك لوم وحنا قلوبنا سباها. نطقوا النسوان ليوسف وقالوا بالجهار، وين تعدي حياتك احنا يا معاها. ناجر معاك يالو في البر والبحار،
نفدو ليك حياتنا وانت مولاها. صلاة على محمد شارق نوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. صلاة على محمد شارق نوار، عدد ما في الكون الدنيا وسكانها. قال زليخة ليوسف يا المسرار، تدخل السجن وإلا نسى تعيش معاها. قال يوسف السجن هو اللي نختار، ياك الأنبياء محال تعصي مولاها. قالت زليخة العزيز خذ قرار، اسجن يوسف والعذرة تبرم هو لها، حتى ننساوه الكل وتزول الضرار، ويكف علينا الملام ويزول حديثها. سجنوا سيدنا يوسف وداروه في حصار، زين يوسف نور السجن من ظلامها. صبحت زليخة تخم عليه ليل والنهار، ما تذوق قوت ولا شراب فقد نومها. باكي عليه ودموعها تسلكي المطار، لونها ذبال والصفار طالت حزانها. في السجن يوسف احمد مولانا ستار، كي نجا من دوك نسى وعملها. يوسف يدعي في المسجونين باستغفار، ويقول ديروا الثقة في الله لا تنسوها. صبحت عنده معجزة من عند مولانا الجبار، في تفسير المنامات ومعانيها. في داك السجن دخلوا ليه زوج رجال كبار، في داك السجن دخلوا ليه زوج رجال كبار، خدامين السلطان في ماكلت وشربها. واحد منهم خباز نام فوق راسو الطيار، ياكلوا في الخبز وتغبي في نفسها. والتاني الساقي شاف الخمر في يدو عصار، جاليه السلطان داتو بشراب سقاها. للتنين حدو يوسف باللي جرى وصار، قالوا له فسرنا الرؤيا اش حسابها. قال يا حبابي خذوا التفسير والخبار، هذه امور الله لازم ترضوها. قال الساقي ربي رزقك يا خمار، تنجا وترجع لك السلطة وحكمها. وقال الخباز انت رد عليك القهار، مكتوب عليك تموت هذا هو حسابها. يوسف قال الساقي نرسلك بالشار، ولا عند الإناي ولا عند الملك ادي الخبر وعيدها. يوسف قال الساقي نرسلك بالشار، ولا عند الملك ادي الخبر وعيدها. قولوا راه موجود واحد باري من العار، متهوم ومنسي في السجن وظلمها. قالوا اذا جيت وطالت لي العمار، غير نوصل للسلطان حكايتك نعيدها. شرعوا دوك الزوج وخذوا عليهم قرار، سرحوا الساقي وقتلوا الخباز بحكمها. والساقي ولا للسلطان ونسى الخبار، تركوا في السجن وحياة يوسف خلاها. قعد منسي وحداني حد ما جابلو الخبار، 6 سنين بالعدد في السجن عادها. 6 سنين بالعدد في السجن عداها، حتى نزل سيدنا جبريل وعليه كان له بشار. قال له عن قريب تخرج السجن وحصرها. السلطان المصر شاف الرؤيا عقله حار، واد النيل الكل ناشف من محامها. قعد منسي وحداني حد ما جابلو الخبار، 6 سنين بالعدد في السجن عداها، حتى نزل جبريل عليه وكانوا بالشار. قال له عن قريب تخرج من السجن وحصرها. السلطان المصر شاف الرؤيا عقله حار،
واد النيل الكل ناشف من ماها. خرجوا من داك الواد الناشف 7 بقار ملكين القوة والصحة بكمالها. وخرجوا من داك الواد الناشف 7 بقار الكل ضعاف من الجوع وضعاف من جسدها. دوك ضعاف من الجوع ياكلوا في الكبار تتقطع في لحمهم وتشرب من دمها. والسلطان في منامو فزع باللي جرى وصار دهشان كيف ضعاف تاكل في السمان والحمى. ونبت في داك النيل 7 سنابل خضار و7 سنابل يابسات جات وكلاتها. استيقظ الملك من داك النوم حار ويقول اش حكاية الرؤيا وحكمها. لم جميع المفسرين كبار وصغار ولم جميع العلماء والفقهاء. دار ليهم حضرة وقال لهم خذوا هذا الخبر. عاد عليهم المنام وقال لهم فسروها. حاروا في داك المنام دوك الحضار حد ما عرف يفسر اش معناها. الصلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. الصلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. الصلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها. الصلاة على محمد شارق الانوار عدد ما في الكون الدنيا وسكنها.